السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة سجق عربيات الشوارع بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل الوصفة مع بعض كده في السريع. كده الطاسة بتاعتي على النار، فيها معلقة كبيرة من الزيت. ما تكتريش المادة الدهنية علشان السجق بيكون فيه دهون. هبتدي كده انزل بالسجق بتاعي وهديله تقليبة كده. انا عاوزاه يتشوح معايا الاول. ما تقلبيش في السجق كتير علشان ما تقطعش ويتهري معاكي. السجق ده هو كده كده يعني مهري شويه، بس مش من التقطيع بتاعتنا. انا يعني اشتريته كده من عند الجزار. فانتي حاولي لما تيجي تشتريه يكون ماسك نفسه ويكون سليم. هبتدي ان انا كده اول ما الاقيه اتشوح او خد تشويحه، يعني هبتدي ان انا اقلبه على الجنب التاني. وزي ما قلت ما نقلبش فيه كتير علشان ما يتهريش منك ويتقطع. اول بقى ما الاقيه خد لون جميل كده زي اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي انزل ببصل مكعبات. بصلتين كبار متقطعين مكعبات كده على الايد. مش في الكبة، البصل ما يكونش في الكبة علشان مش هيبقى مديكي نفس الطعم ولا الشكل. الاول كده هنزل بفصين توم كبار مهروسين وهديلهم تشويحة كده. اول ما ريحة التوم هتطلع هننزل بقى بالبصل والفلفل على طول. انا التوم بتاعي هنا كده مش هيتحمر. اول ما هتشم الريحة بتاعته هتبتدي تنزلي بالبصل. كنت عاملة السجق معاكم قبل كده، هتلاقوا الفيديو على القناة. كنت عاملاه بمكعبات البطاطس. تحفة يا بنات، جربوها هيعجبكم بإذن الله. انا هنا كده اول ما شميت ريحة التوم نزلت بالبصل اللي متقطع مكعبات على الايد كده، مكعبات صغيرة كده. وفلفل كمان اخضر. وابتدي اديهم كده برضو تقليبة كده مع بعض لحد البصل والفلفل ما يتشوح مع السجق. اول بقى البصل والفلفل بتوعي ما يتشوحوا كده ويتبلوا شوية، هبتدي ان انا انزل بالطماطم والسجق بتاعي. يعني يا ريت ما نكترش فيه البهارات لان هو اصلا بيبقى فيه بهارات يعني. فالبهارات الكتيرة هتديله طعم اوفر شوية. انا هنا كده كده عشان هو مبهر هضيف بس يدوب فلفل اسمر، رشة فلفل اسمر ورشة ملح بس. اول بقى ما البصلة والفلفل يتبالوا كده معايا شوية، زي ما قلنا هننزل بالطماطم ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. انا هنا كده نزلت بالطماطم. هديله بقى كده تقليبة بسيطة مع معلقة صلصة عشان تعزز الطعم واللون بتاعي. وهبتدي ان انا اغطي عليه واسيبه بقى كده مع نفسه شوية. سيبي كده حوالي 10 دقايق لحد البصلة بتاعتك كده ما تلاقيها كده يعني دبلت خالص. وال مع الفلفل مع الطماطم. دي كده رشة الفلفل ورشة الملح اللي انا قلتلكوا عليها. هغطيهم بقى واسيبهم كده مع بعض ياخدوا يدوا كده لحد ما تلاقيها بالشكل اللي انت هتشوفيه كمان شوية.
ده كده بيكون الشكل بتاعه، بس للأسف التليفون طلع بيصور غلط، فمش جايب الصورة كاملة. شايفين شكله يفتح النفس وطعمه كمان ولا أروع. جربوه وهيعجبكم بإذن الله. تعمليه بقى سندوتشات، في السندوتشات الفينو، في العيش الفينو او العيش البلدي، مفيش اي مشاكل، على حسب انت هتفضل انهي نوع. او لو عايز تاكليه جنب مكرونة كمان يمشي جدا، زي ما تحبي بقى، يعني كلي بالطريقة اللي انت تحبيها. يعني هنا عملت جنبيه سلطة طحينة، وهحطه كده في العيش الفينو علشان يبقى زي بتاع بره بالظبط. جربوه يا بنات، هتلاقوه زي بتاع بره واحسن كمان. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.